السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خالد بوزيان من ولاية أضرار، تخصص طرق ومنشآت فنية. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دائما في أمور الدنيا كبر دماغك حتى تسعد، والسعداء هم العقلاء الذين يملكون القدرة على ضبط مشاعرهم والسيطرة على انفعالهم مهما كان حجم الضغوط. لذلك كبر دماغك، جرب فلن تندم. إذا أردت أن تعيش بروح هادئة ونفس مطمئنة وقلب مرتاح، وأن تكسب الاحترام والتقدير، وأن تحظى بالمناصب وتفوز بالفرص، كبر دماغك. كبر دماغك، وذلك بالتنازل عن موقفك لمصلحة أكبر، وبالتنازل وعدم إعطاء الأمور التافهة والأشخاص التافهين قدرا من وقتك الثمين، وعدم التواجد في ساحات الخلاف والنزاع. اصطناع التراجع في بعض المواقف فهو ذكاء وفطنة تحفظ به الود، ويعفيك من الدخول في مشاكل صغيرة تستنفذ منك الجهد والوقت، وهو انتصار للقيم والأخلاق والمروءات. فهناك مواقف في الحياة من الحكمة كبت شهوة الانتصار فيها، لأنه نصر لا يشرف صاحبه، خصوصا عند مواجهة الأقرباء والأصدقاء والضعفاء. واعلم أن الاقتراب الشديد من البشر يولد التوتر والمشاكل، وحفظ المسافات معهم يبقي الود ويزرع المهابة. سلام.